الحارس يسري عبد الجواد حارس مرمى نادي السلام بمدينة إسنا النهارده بيكتب يعني شهادة للتاريخ. النهارده ستظل هذه المباراة بالنسبة له مباراة أعتقد تسجل للتاريخ. يسري عبد الجواد أهلا وسهلا بيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك عم. النهارده يعني أديت مباراة ولا أجمل ولا أروع. النهارده يعني واحد من الأسباب الفوز النهارده تقول إيه؟ والله الحمد لله ده تعب الفرقة كلها، والله تعب الأسبوع كله، تعب السنة كلها من أول الموسم شغالين. الحمد لله يعني بعد تغيير جهاز فني كنا عايزين نحقق فوز عشان خاطر الكابتن الجديد، عشان نرضي الدنيا وعشان نوقف مع الفرقة ونوقف مع الناس. والحمد لله والله العظيم. 7 نقاط النهارده، ذهبت الى المركز الثالث في المجموعه، واهداء الصداره الى مركز شباب ادفو الجار افضل ما ان تذهب الى نادي قنا. والله الحمد لله احنا عيننا كمان ان شاء الله على القمه باذن الله. ان شاء الله الماتش الجاي نبدا في القمه باذن الله. يسري عبد الجواد تقول ايه للكابتن عمران البدري؟ اقول له والله يعني الكابتن عمران تعب معانا من اول الموسم ويشكر برضه معانا وليه مجهود كويس معانا، الله يبارك له وربنا يديه الصحه ويديه. عاوز اسالك بس اقول لك مين مثلك الاعلى؟ مثل الاعلى في مصر؟ الحضري. بيحب عصام الحضري، وعالميا؟ عالميا نوير الالماني مايلو نوير. يسري عبد الجواد على مسؤوليه عمرو الصاوي معلق المباراه النهارده وتصوير لموقع دورينا الاستاذ ادم معانا على الهواء مباشره. انتظروا هذا الحارس، وبألفت نظر كل مدربي حراس المرمى بصعيد مصر وبالاقصر خاصه. انتظروا هذا الحارس على مسؤوليته الشخصيه، سيكون له مستقبل طيب ان شاء الله. بتمنى له التوفيق. اكيد هو على حساب مثله الاعلى الهارب عصام الحضري، ومثله عالميا بالتاكيد الالماني مايلو نوير. بنتمنى له التوفيق يا رب ان شاء الله. يسري عبد الجواد انا قلت للحاج كمال ابو الحسن وانا بذيع يديك مكافاه لو المباراه طلعت بهذا الشكل، لانك انت واحد من اسباب ال3 نقاط الغاليه النهارده. الحمد لله. شكرا جزيلا كابتن يسري عبد الجواد. شكرا جزيلا متابعين عبر اللايف وعبر المباشر. ما زلت على الهواء مباشره. هاخد مدرب الحراس كابتن علي عامر. يعني بيأكد تاني كابتن يسري عبد الجواد بأن كابتن علي عامر بالتأكيد تواجد لعلي هارون على دكة البدلاء يعطي الثقة ليسري أكيد بالتأكيد. يعني تقول إيه كابتن علي؟ والله ربنا يوفق اللعيبة، وعلي ويسري ومجدي 3-1 الأفضل بيلعب، وكل واحد بياخد فرصة، وإن شاء الله ربنا يكرمهم الثلاثة على درجة واحد إن شاء الله. كابتننا الكبير كابتن يسري يعني وكابتن علي عامر موفقين يا رب إن شاء الله. متابعين عبر اللايف عبر المباشر، خليكم معايا.